بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا هنعمل حلوى جميلة اوي النهاردة، حلوى الجلاج بالكريمة. طريقة سهلة وبسيطة وهتديكي نتيجة حلوة قوي. ولو جالك ضيوف هتجهزي الفطاير دهيت في 10 دقايق، مش هتاخد منك وقت، وهيبقى عندك احلى فطاير بالكريمة. معانا لفة جلاج أو لفتين حسب الكمية اللي انت هتستخدميها، ومعانا كيلو لبن حاطينه على البوتاجاز هنغليه. وهتجيبي كوباية مية، كوباية لبن، وهنضيف ليها 3 4 معالق نشا حسب الكمية برضو اللي انتي هتستخدميها في اللبن أو في الكريمة اللي انتي هتعمليها. الفطاير دهيت سهلة وبسيطة وبتتعمل في الطاسة على البوتاجاز بوقت بسيط وسريعة وجميلة، والله النتيجة حلوة قوي زي ما احنا قلنا، وبتنقذ الموقف في 10 دقايق. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، هنغلي اللبن بتاعنا. لما بيجي يفور كده انا بحاول ان انا اقلبه لحد ما يهدى تاني زي ما احنا شايفينه، ويغلي زي ايه المية كده، اضمن ان هو اتعقم وبقى كويس. طبعا انا ضفت نص كوباية سكر. السكر بقى ايه حسب ما انت بتحبي إيه التحلية قد ايه. ومعانا باكو برضو فانيليا هنضيفها اهوت على كيلو اللبن بتاعنا. مش هنزود السكر قوي عشان احنا بنرجع في الاخر نسقي الفطاير بالشربات اللي احنا هنعمله، او بكوباية لبن متحلية بالسكر حسب ما هتحبي. هنقلب الفانيليا والسكر لحد ما يدوبوا في اللبن بتاعنا، وبعد كده هننزل ايه بالنشا اللي احنا كنا محضرينها لحد ما يدينا بقى ايه القوام الكريمي بتاعنا اللي احنا عايزينه. ما تبقاش يعني ايه جامدة معانا قوي، تبقى وسط كده عشان نعرف نشكلها في الجلاش بتاعنا زي ما احنا عاوزين. خلاص هي استوت معانا اهيت، بدأت ان هي تجمد معانا وبقت جاهزة. تعالوا بقى ايه ان احنا نحشي بيها الفطاير بتاعتنا. الطريقة سهلة وبسيطة خالص والله، ولو جربتيها هتلاقيها جميلة زي ما احنا قلنا. هتاخدي ورقتين من الجلاج مع بعض، يعني مش هتبقى طبقة واحدة، هناخد طبقتين مع بعض. وهتنزلي بالكريمة اللي انت عملتيها زي ما انت عاوزة الكمية. طبعا كتيرة قليلة، انا هنا حطيت حوالي مغرفتين، والمغرفة بتاعتنا صغيرة زي ما انتم شايفينها كده. وهتطبقيها زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. والله سهلة وجميلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت، وبتديلنا نتيجة حلوة قوي. اهيتي حبايبي بسم الله ما شاء الله. بترصيهم بقى على صينية لحد ما تخلصي الكمية اللي انت محضراها كلها. اخدنا طبقتين من الجلاش تانيين اهمت، هنعمل كمان واحدة. وبننزل بالكريمة على الجلاج وهي سخنة علشان نعرف نشكلها زي ما احنا قلنا. وبنتنيها بالطرف اللي احنا شايفينه كده، الطرف الفوقاني، وبعدين من الجنب من هنا ومن هنا. وبتبتدي ان انت ايه تلفيها معاكي لحد ما تطلع معاكي مقفولة من جميع الجوانب. والطريقة سهلة زي ما احنا شايفين وبسيطة خالص، وما بتاخدش مننا مجهود. تعالوا بقى هنجيب الطاسة بتاعتنا على النار. طبعا النار بتاعتنا هتكون هادية قوي علشان الجلاج ما يتحرقش مننا بسرعة، ويتحمر كده بطريقة كويسة. هنحط برضو ايه حوالي ربع كوباية زيت عشان نعرف نحمر الجلاج بتاعنا. نفتكر كويس ان النار لازم تبقى هادية معانا علشان ايه الجلاش بتاعنا يتحمر ويبقى شكله جميل، وفي نفس الوقت ما يتحرقش مننا. وما بنستناش ان الزيت يسخن قوي، لا زي ما هو وبتتحمر برضو بتبقى جميلة، والنتيجة بتبقى معانا كويسة ما شاء الله. هي شايفين اللون ذهبي وجميل، وبتطلع حلوة قوي ما بتفكش مننا،
وطعمها والله جميل جدا وما بتاخدش وقت زي ما احنا قلنا. ما شاء الله. شايفين يا حبايب الفطاير جميلة ومقرمشة. هنعمل واحدة كمان. وفي التحمير برضو ما بتاخدش مننا وقت، يعني تخليك على طول عشان لما تقلبيها على الوش التاني ما تتحرقش مننا، يا دوبك كده تاخد اللون الذهبي الجميل. سهلة خالص وبسيطة، وفي 10 دقايق بتكوني مجهزة أحلى جلاش بالكريمة في وقت بسيط وبطريقة سهلة زي ما احنا قلنا. تعالوا بقى بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا، أنا كنت هنا واخدة كوباية لبن من الكيلو اللبن اللي احنا غاليينه، وسبتها تبرد على جنب كده. هتضيف لها برضو السكر حسب ما انت عاوزة تحلي. والفطاير بتاعتنا هي كلها ما شاء الله حمرناها، وهننزل بقى باللبن بتاعنا على الفطاير كده، هنسقيها من اللبن اللي احنا محليينه عشان برضو نبقى عاملين حسابنا احنا حاطين في الكريمة سكر. والله عايزة تسقيها بالشربات ممكن تسقيها بشربات عادي، بس اللبن بيديكي نتيجة جميلة وطعم جميل مع الفطاير ديت، لانها معمولة بالكريمة فبيبقى الطعم حلو قوي. واحلى فطاير بالكريمة بالجلاش في وقت بسيط وبطريقة سهلة وبسيطة، وما شاء الله اللي ادت لنا برضو كمية حلوة. وبألف صحة وعافية يا رب. أتمنى يا حبايبي إن الفيديو يكون عجبكم وإن الطريقة تنال إعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ويسعدني وجودكم معانا. وأحلى فطاير جلاش بالكريمة في وقت بسيط وفي الطاسة وعلى البوتاجاز وفي 10 دقايق. وبألف صحة وعافية يا رب.